بهزه بسيطه، مش هزه جامده. يعني بمسك البيض بهز هزه بسيطه كده. مفيش اي حاجه فيه بيبقى تمام. لو مفيش حركه جواه. لا، لما اللي بيكون بايظ بيكون الحركه فيه باينه من اقل لمسه، بيكون فيها حاجه زي ما يكون فيه خاتم، فيه زلطه بتعمل كده، تحس ان في حاجه جوه. البيض ازاي نحفظه؟ يعني نقعد في الثلاجه وقت قد ايه؟ والحراره والشتاء الكلام ده. هو احنا داخلين على صيف ودرجه الحراره هتبقى متفاوته، فحضرتك هتاخدي بيض طازه تنقي من مكان موثوق وحضرتك بتتعاملي معاه وجودته كويسه. فلو حضرتك هتعينيه في مكان تهويته كويسه مثلا زي المحل، هنحطه في المطبخ بس بعيد عن البوتاجاز او فوق الثلاجه، ممكن يقعد معاكي من اسبوع ل 10 ايام جودته زي ما هي، بس مكان فيه تهويه. دخله الثلاجه معاكي اسبوعين 3، يعني بحد اقصى يعني شهر وممكن اقل. شهر بس هو في الثلاجه محفوظ، في الثلاجه العاديه بتاعه البيت. ممكن حد يحفظ البيض ده في الفريزر؟ لا، في الفريزر ما ينفعش. الفريزر هيتجمد وهيتكسر وما يجي يفك هيكون باظ. هيبوظ. بيتجمد والقشره بتاعته بتتكسر. لا يفضيه. لا، هيتفضى في اكياس زي مثلا ما بنحفظ العصاير او حاجه كده. لا ينفع. ويقعد وقت قد ايه؟ ينفع والله في الفريزر المده بتطول عن كده شويه، بس ممكن مع الوقت الطعم ما يبقاش زيه وهو طازه. طب ازاي بقى نميز البيضه ما نشوفها كده في مكان بنشتري منه؟ لو احنا مش متعرفين على المكان ده اضطرينا نشتري منه، نعرف البيضه سليمه ومش والله هي ليها كذا طريقه للاختبار، بس يعني هو الطريقه الاسهل هي طريقه الميه، بس مش حد هيقدر يختبر بيها البيضه، ان انا احط البيضه في الميه واشوفها هتطفو ولا هتفضل تحت. دي طريقه ممكن اعرفها في البيت، لكن عند الشخص نفسه ممكن بطريقه بسيطه كده ان انا امسك البيض بهزه بسيطه، مش هزه جامده. يعني بمسك البيض بهز هزه بسيطه كده. مفيش اي حاجه فيه بيبقى تمام. لو مفيش حركه جواه. لا، لما اللي بيكون بايظ بيكون الحركه فيه باينه من اقل لمسه، بيكون فيها حاجه زي ما يكون فيه خاتم، فيه زلطه بتعمل كده، تحس ان في حاجه جوه. فلا، ده بيض قديم. هتيجي تكسره تلاقيه سايح من جوه، ممكن يكون لسه يعني مش قديم قوي يبقى سايح وريحته كويسه، وممكن الريحه نفسها ما تبقاش لا تطاق، فده كده ده بيض بايظ.